نص فرقة كل تركيزها في افريقيا بتلعب فريق في التوب فورم، كل امله انه يكسبك في الظروف زي دي، وفعلا هم قدروا يعملوا ده. الاهلي بيخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في ديربي القاهرة. بص بقى، ظروف المباراة كلها ضد الاهلي من قبل ما تبدأ، بغض النظر عن ال19 لعيبة المصابة اللي مش هتكلم عنهم، لكن التشكيل مش افضل حاجة. حكم الله يعينه على نفسه. سيناريو المباراة لو جوميز اللي كان كتبه ما كانش هيلاقي احسن من كده بالنسبة للزمالك. يعني الاخطاء الدفاعيه والتوقيت اللي سجلوا فيه الهدفين فعلا حاجه مستفزه. الجزيري اللي ما بنسمعش اسمه بقالنا قد ايه جاي يفوق ويسجل فينا احنا هدفين، فعلا كانت ماشيه معاهم. بدأنا الماتش عكس ما كان متوقع خالص، احنا اللي ماسكين الكوره والاستحواذ متبادل لحد الدقيقه 44. ناصر ماهر بيعمل باص بينيه بتضرب خط الدفاع كله، بيحط الجزيري في وش شوبير، بيشوط ويصدها شوبير ويشوط تاني في الشبكه قبل ما رامي ربيعه يستوعب ايه اللي بيحصل اصلا. بعدها فضلنا ضاغطين بس من غير اي فايده، وفي سهوه دفاعيه اخرى ابراهيم نور الدين بيصفر بينالتي لسيف الجزيري، لكن لما بيرجع للفار فبيتم الغاء صحيح لضربة الجزاء، ما كانتش بينالتي اصلا. ومن بعدها ضغط رهيب للاهلي، كي باص من قفشه رضا سليم اللي اصلا كان على عكس عدلته، لكن بيعمل عرضيه لاحمد عبد القادر بيحطها حلو قوي بوش رجله وهات من الشبكه يا عواد، لكن للاسف الحلو ما بيكملش. كرة عشوائيه بين دفاعنا وهجوم الزمالك عشان الجزيري يلاقيها ويسجل لهم الهدف الثاني بس، وبيقدر الزمالك يفوز ب3 نقط في الدوري الممتاز، مش تالت كاس العالم للأندية ولا حتى الكونفدرالية، لكن واضح ان فوزهم علينا بيوزي اكتر من كده بالنسبة لهم، اصله نادر ما بيتكررش كتير. في كام نقطة بس عايزة اتكلم عنها. عمرو السولية النهاردة لما نزل عمل شوط كويس وفعلا وجوده فرق في نص الملعب. علي معلول ما كانش موفق اطلاقا النهاردة، كمية عرضيات مفيش ولا واحدة تقريبا كانت مظبوطة وتستحق ان هي تكون فرصة يتلعب عليها اصلا. قفشه قدم اداء مرضي وعمل ماتش كويس. عمر كمال لو مش هيلعب في مكانه فوجوده على الدكه افضل. احمد عبد القادر سجل الهدف وقدم اداء انا مش شايفه ان هو مبهر بس حلو بيرجع. طبعا خط الدفاع كله مش هتكلم عنه، كلهم محتاجين يعملوا وقفه مع نفسهم عشان الماتشات اللي جايه مهمه. رامي ربيعه ده مدافع تجيله لاعب للاعب هيقدم اداء كويس وهيقوم بدور المدافع على اكمل وجه، لكن التحامات ومجرد ما المهاجم بياخده في ظهره فخلاص الموضوع خلص. فعلا ما بيعرفش يتصرف، محتاج يخس بتاع 30 كيلو عشان يعرف يشارك في الالتحامات الهوائيه اللي زي كده. منعم الله يهديك يا رب، بعد ما خد الانذار النهارده كنت حاسه انه هيجيب ابراهيم نور الدين نفسه بعد الماتش، وبصراحه كان نفسي. كوكا انا شايفه انه عمل ماتش كويس ما اثرش في حاجه. كولر هو اللي الماتش فعلا ما مشيش معاه زي ما هو كان عايز خالص، كل حاجه كان عامل حسابها تقريبا حصل عكسها. عموما مجرد ماتش في الدوري، مجرد 3 نقط وراحوا، لو في حاجه مضايقانا فهي بس تكرار الخطا، واننا بعد كده في ماتشات الدوري اللي جايه محتاجين نديها اهتمام شويه اكتر من كده. كل تركيزنا حاليا على دوري ابطال افريقيا، عندنا ماتش مهم مع مازيمبي ان شاء الله نقدر نكسب بسكور، وباذن الله ال12 اهلاويه. هارد لك للاهلي ومبروك لجمهور الزمالك، وبس كده.